ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. فكرة فيديو النهاردة يا جماعة هقول لكم ازاي تكتبوا مثلا جدول للمذاكرة ونلتزم بيه كمان. انا عملت الفيديو ده قبل كده على قناتي وحبيت اصوره تاني لان انا حاسة ان انا اقدر اصوره بطريقة احسن وجبت لكم معلومات اكتر في الموضوع. فاكرين النوت بوك دي؟ انا كنت شاريها قبل كده في فيديو مشتريات وكده، وريتها لكم. قبل ما احنا نيجي نذاكر لازم نبقى كاتبين احنا هنذاكر ايه، عشان كاتبه جدول المذاكره، لان انا لو مش كاتبه مش هبقى عارفه انا هذاكر درس ايه، وممكن اذاكر درس تاني ذاكرته قبل كده وكده انا مش هعرف انجز. ماشي. اول حاجه مثلا هكتب ايام الاسبوع كلها كده. مثلا اهو كتبت ايام الاسبوع المواد اللي عليا. تمام. يعني مثلا انا تانية ثانوي اهو، اللي هو تاريخ وجغرافيا، علم نفس، رياضة، والانجليزي والفرنساوي. بعد كده بقى بنيجي نكتب مثلا يوم الحد عندي عربي، ونقسم كل مثلا عربي ايه، هذاكر يوم الحد ادب عربي. تمام. بس يوم الحد عشان بعد كده انتوا بقى تكتبوا ايه ايام الاسبوع، انتوا فهمتوا بتكتبوها ازاي. هذاكر عربي فرع ايه ادب، هذاكر كمان جغرافيا وتاريخ. جغرافيا مثلا الدرس التاني انا بقى بكتب يوم، يعني مثلا اليوم اللي في الاسبوع ده وبحدد الدرس بالاسم. تمام. او بكتب الدرس الاول درس كذا عشان ما اتلخبطش وابقى عارفه ان انا هخلص الدرس ده يوم كذا. طب لو ما خلصتوش النهارده هكمل الجزء اللي بعديه بكره. المهم ان انا اخلص الدرس ده واكون متاكده منه 100%. تمام. طيب انا ليه كتبت هنا 3 مواد؟ في حد ممكن يكتب 3 مواد زي يقدر يخلص في اليوم 3 دروس، ممكن حد تاني ممكن يقدر يخلص 4، درسين الصبح ودرسين بالليل، الله اعلم. ممكن حد يعرف يذاكر اقل من كده، هو بيذاكر مثلا درسين في اليوم، ده خلاص هو كده يعني عمل اللي عليه وهو ده مجهوده. فانتي بتكتبي اليوم اللي انتي هتذاكريه، الكام درس اللي انتي تقدري تذاكريهم في اليوم، مادتين مختلفتين. خلصنا من يوم الحد هوريكم كمان مثلا يوم الاثنين هذاكر بقى. يعني مثلا انا ذاكرت يوم الحد عربي وجغرافيا وتاريخ، يوم الاثنين بقية المواد بمر على ال7 8 مواد بتوعي اسبوعيا. كل يوم في 3 مواد او مادتين حسب اللي انتوا ايه تقدروا عليهم. مثلا يوم الاثنين هكتب ايه، علم نفس ورياضة. ماشي. علم نفس مثلا الدرس الاول، ورياضة الدرس التاني، ومثلا الفرنساوي الدرس التالت. تمام. يبقى انا كده طول ما بعدي على الاسبوع، يوم مثلا الحد هخلص 3 مواد، يوم الاثنين هخلص 3 مواد، في كل اسبوع هكون مخلصة على الاقل 3 4 دروس من المادة او درسين على الاقل في الاسبوع. فده معدل سريع جدا ان انا اخلص. ولو درس طول معايا برضو مش مشكلة، لان انا في الاخر هلاقيني مخلص اسرع من المدرسين في المدرسة او حتى في الدرس. او حتى لو هاخد درس برضو اقدر ان انا لازم برضو في البيت اذاكر طبعا انتوا عارفين. فده برضو هيخليني ان انا امشي مع المدرس كويس، وممكن كمان ان انا اسبق المدرس. يبقى انا وريتكم اهو طريقة كتابة جدول الاسبوع. وزي ما قلت لكم معلومة اخيرة، مثلا درس العربي النهارده ذاكرت درس ادب، مثلا درس المعلقات. انا النهارده يوم الاحد ذاكرت الجغرافيا والتاريخ، خلصت الدرسين، لكن جيت على درس العربي في المعلقات في جزء انا ما فهمتوش او ما لحقتش اذاكره، او حسيت ان انا تعبت النهارده مش قادره اكمل. هكمله بكره عادي يوم الاثنين. المهم ان انا اخلص الدرس على اخر الاسبوع. بعد ما اكون خلصت الدروس دي بحل على الدرسين اللي انا ذاكرتهم، ده غير ان انا بحل بعد ما ذاكرهم يعني وكده. فبعمل الجدول ده بلتزم وبخلص اللي عليا، وبكون ضمنت ان انا خلاص الدرس ده مش هنساه وحفظته تمام كده. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. واكيد لو انتوا حاسين ان انتوا استفدتوا من الفيديو ابعتوه لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا ويكتبوا جدول ويلتزموا بيه، لانه احنا دايما بنشتكي ان احنا ما بنلتزمش بالجداول. وبس كده، يلا باي باي.